السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. يلا بينا نتكلم عن اخر لسن في الكونسبت. lesson 5 هنتكلم عن الامفيبيانز. مين الامفيبيانز دي؟ الامفيبيانز دي اللي هي البرمائيات. يعني ايه؟ دي كائنات بتعرف تعيش في الووتر وتعرف تعيش في اللاند، يعني بتقدر تتنفس في الهواء وتقدر تتنفس تحت المية. طيب زي مين الكائنات دي؟ زي الفراج، زي التادز، زي السلمندر. طيب هل دول شبه الريبتايلز؟ يعني ايه ريبتايلز؟ يعني الزواحف. يعني هل دول يميز زواحف؟ لا طبعا، دول مش زواحف. الريبتايل زي الليزرد اللي احنا خدناها وزي الكاميليون، دي كده ريبتايلز. لكن الامفيبيانز حاجة تانية. طيب يبقى الامفيبيانز هي small animals can live in land and water أو can breathe in land and water، بتقدر تتنفس في الهواء وتقدر تتنفس في الماء. اوكي، الامفيبيانز دي معرضة لحاجة اسمها extinction. يعني ايه؟ يعني الانقراض. يعني ايه؟ يعني قرب النوع دوت يخلص من العالم. بسبب ايه؟ النوع ده بيعيش في الهواء وبيعيش في الماء، واحنا اتفقنا في الليسون اللي فات ان في air pollution وفي water pollution. يعني هما لما يقعدوا في الهواء يلاقوا تلوث الهواء، ولما ينزلوا المية يلاقوا المية كمان ملوثة، ما بيعرفوش يعيشوا فبيموتوا. طب هما بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الماوس temperature او البوندز او الرين فورست، يعني بيعيشوا في بيئة رطبة، او بيعيشوا في البرك، او بيعيشوا في الغابات المطيرة. يعني المهم ان مكان يكون فيه ايه؟ مية، بس مش بحر يعني. طيب هم breathe in land، احنا اتفقنا ان هم بيتنفسوا في الهواء، يعني بيعيشوا على الارض. بيتنفسوا بايه بقى؟ باللونجز زي الهيومن بالظبط. طيب في الووتر بقى، في المية، بيتنفسوا بالجلد يميز اكيد زي السمكة. غلط، في المية بيتنفسوا بالسكين بتاعتهم، بالجلد بتاعهم. الجلد بتاعهم بيكون فيه هولز كده، بيكون فيه مسامات. المسامات دي بتدخل لهم المية بالاكسجين، بيعرفوا يستخلصوا منها الاكسجين ويطلعوا المية الزيادة. يبقى هما في اللاند بيتنفسوا باللونجز as human، شبه الانسان. لكن في الووتر بيتنفسوا بالسكين، مش شبه حاجة. اوكي، يا ترى بقى احنا هنسيبهم ينقرضوا كده؟ لا طبعا، الساينتيستس عمالين يدرسوا ازاي يحموهم من الاكستنشن، من الانقراض. فعشان يدرسوا دوت قرروا ان هم يدرسوا how amphibians breathe. ابتدوا يدرسوا يا ترى هو الامفيبيانز دي بتتنفس ازاي، وكمان بدأوا يدرسوا الفاكتورز اللي بتسبب الاير بوليوشن والووتر بوليوشن. يعني هم بعد ما عرفوا ان الامفيبيانز بتتنفس في الاير والووتر، قالوا خلاص تعالوا نشوفوا ايه الحاجات اللي بتلوث الهواء وايه الحاجات اللي بتلوث المياه عشان ما نعملهاش. وكمان عرفوا ايه اللي بيخلي الانيمالز دي sick، ايه اللي بيخلي الامفيبيانز دي تعبانه. طب احنا يا ميس لينا دور؟ طبعا لينا دور. اول حاجه to save amphibians، عشان تنقذ الامفيبيانز لازم avoid throwing wastes and chemicals in water. تبطل ان انت ترمي الحاجات الملوثه، الفضلات، اي حاجه ملهاش لازمه في الايه، في الووتر، في الميه. انت كده هتحمي الامفيبيانز ومش هتضرها. وهي دي قصة الامفيبيانز، درس بسيط صغير ولطيف. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة يا حبايبي، باي باي. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوز بتاعتي اول باول. اي حاجة مش فاهمينها سيبولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها باهتمام. مع السلامة، باي باي.